احمد زكي قال للمخرج طارق العريان: مين عمرو دياب ده يا ابني اللي مثل معاه؟ رغم ان هو اتفق معاه على الظهور مع عمرو دياب، لكن في اخر لحظه باعه. تبدا الحكايه لما كان المؤلف مدحت العدل في مكتبه وكلمه المطرب عمرو دياب وقال له: اغنيه رجعت من السفر كسرت الدنيا زي ما توقع. راح مدحت العدل قال له: ايه رايك نصور الاغنيه دي كليب عشان تفضل عايشه؟ عمرو دياب سكت وقال له: انا عندي راي تاني، انا مش هظهر في الكليب ده خالص وهظهر في اخر مشهد، لكن عندي اقتراح هتخلي الاغنيه دي تعيش. احنا نجيب احمد زكي بطل الكليب ده، وانت عارف احمد زكي ازاي هيمثل الكليب ده، خاصه ان الاغنيه دراما ومحتاجه ممثل تقيل زي احمد زكي. مدحت العدل اتفاجئ بالاقتراح ده وقال له: ده كليب هيقلب الدنيا، بس تفتكر احمد زكي هيوافق على الكلام ده؟ عمرو دياب وقتها قال له: سيبني انا هتصرف. فعلا كلم عمرو دياب صديقه المخرج طارق العريان واتفق معاه ان هو اللي هيخرج الكليب ده، بس يتفق مع احمد زكي. فعلا كلم طارق العريان احمد زكي وخده في بيت عمرو دياب وقعدوا يتكلموا هناك. ولما عرف احمد زكي الفكره استغرب الطلب وعمل حاجه خلت عمرو دياب ما يصدقش. لو وصل الفيديو اعمل لك شير واكتب تعالى وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل حكايه المخرج طارق العريان وبيقول ان لما اتقابلنا احنا الثلاثه انا واحمد زكي في بيت عمرو دياب اقترحت عليه الفكره ووافق ان هو يشارك في الكليب واتشجع جدا وعجبه الفكره، لكنه في وسط القعده طلب مننا انه عشان يظهر في الكليب ده هياخد اجره كانه اجر فيلم، وطلب وقتها 100,000 جنيه اجره، وده كان رقم كبير وقتها. لكن برضه المنتج نصيف كوزمان وافق على الطلب ده. الغريب بقى ان طارق العريان بيقول ان احمد زكي كان متقلب المزاج وكان ممكن يوافق على العمل وبعد كده تراجع عنه، وده اللي حصل في الكليب. قبل تصوير الكليب بايام معدوده كلم طارق العريان احمد زكي وقال له وطلب منه انه يستعد عشان ميعاد التصوير قرب. فاتفاجئ باحمد زكي بيقول له: اغنيتي يا ابني اللي عاملها، انسى الكلام ده، مفيش الكلام ده. وقتها باظت الفكره خالص وراحت فكره ظهور عمرو دياب مع احمد زكي في كليب كان ممكن لغايه دلوقتي يتفرج عليه كل الاجيال. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان احمد زكي كان صح انه يرفض المشاركه مع عمرو دياب في كليب ولا؟ شاركونا برايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، قناتنا على اليوتيوب، قناتنا على التيك توك.